تحياتي. النهاردة هنعمل عجينة بالعسل، قولي عليها عسليات، قولي عليها معسلات اللي تحبيه. اول حاجة الشربات بتاعها كوباية مية، كوباية ونص سكر، ربع معلقة ملح، ليمون. بعد بنضيفهم كلهم على بعض، وبعدين بعد 5 دقايق كده من الغليان بنطفي عليها. العجينة بقى عبارة عن كوباية دقيق، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة زيها سكر، ومعلقة كبيرة برضو من النشا، ومعلقتين من الزيت. هنعجنهم بشوية مية دافية عشان فيه خميرة، فالمية دي اخدت مني بس ربع كوباية مية، فانتوا برضو حسب الدقيق بتاعكم ممكن يقل المية او تزيد. هنعجنها كويس وهنلمها كده، وبعدين هنسيبها تختمر شوية، وبعد ما نغطي عليها وتختمر هنبتدي بقى نفردها عشان نشكلها. لازم واحنا بنفردها نفردها بالمردانة دي او بالنشابة دي تكون سمك رفيع جدا، ورقة، عشان كل ما كان سمكها رفيع هيديني نتيجة حلوة قوي في القرمشة، هتبقى لقمة كده معسلة مقرمشة جميلة. وطبعا نقطعها الاول عشان نضمن ان الاشكال كلها تبقى حجم واحد وسمك واحد. وادي القطعة اللي انا هعملها اهي. وبعدين انا شفت في برنامج او حاجة زي قبل كده بيستعملوا القشط في العجاين دي، فعجبتني الفكرة، قلت اعملها وممكن انتي تعملي اي شكل، مش لازم تلتزمي بالشكل ده اللي تحبيه. فضغطت العجينة على اسنان المشط عشان اسنان المشط تتعلم فيه، ورلتها كده يعني برمتها على رفيع خالص. شايفين السمك بتاعها رفيع ازاي؟ عشان القرمشة بتاعتها تبقى حلوة كده وعالية، وهي كمان لسه هتنفش كمان لما تتحمر. هجيب بقى في زيت غزير وهبتدي احمرها، وبعدين اول لما تتحمر وخدت اللون الذهبي، طبعا الزيت يكون متوسط الحرارة، اول لما تاخد اللون الذهبي هنصفيها وننزل بيها في شربات العسل، نخليها شوية دقيقتين كده ونصفيها ونقدمها. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.